السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. النهارده راجعه لكم بقى وصفه جديده كده، البط الدمياطي بالمرتة الخطيره جدا. هنعملها بطريقه مبسطه جدا، وهقول لك على خطوات وهقول لك على حاجات ممكن تعملها. احنا بالنسبه لنا انا عاملاها مرتة بسيطه جدا وحاجه كده كلاسيكيه خالص. انتي بقى هقول لك ممكن على اقتراحات في قلب الفيديو ممكن تعمليها. شايفين البطه مستويه جدا ومتحمره تحمير حلو قوي، والتحمير بتاعها متحمره تحت الشوايه من غير اي دهون زيادة. وشايفين المرتة بتاعتها بجد طعمها خطير جدا. جربوا البط الدمياطي وهتتبسطوا منها اخر انبساط. يلا بينا ندخل على الطريقة والمقادير ونشوف الطريقة ازاي. بس ما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، سيبوا لايك وتعليق وشير وتقولوا لي رأيكم في البطاية بتاعتنا. أول حاجة هنا البطاية ديتي نظيفة، تربية ايدي، تنظيف ايدي. قولوا لي بقى تسلم ايدك. طبعا البطيخ ايه البط هننقعه في المحلول الملحي بتاعنا. تعالوا بقى ندخل بقى على المرتة بقى. البصل بقى على حسب بقى ما انت عايزة. طب على حسب حجم البطة. طبعا المرتة بتبقى عايزة بصل كتير. هتحط عليها معلقة من الملح، معلقة من الكمون، معلقة من الفلفل الأسود، وبس كده، وشوية من الزيت. في كذا طريقة للمرتة بتاعتنا اللي احنا هنعملها. أول حاجة ممكن تمرطيها بإيدك كده وبعد كده ترفعها على النار. بس طبعا أنا عندي الولاد ما بيحبوش البصل، معظم أولادنا كده ما بيحبوش البصل. فأنا هقلبها كده وهرفعها على النار بشوية مية صغيرين تستوى فيها. في برضو طريقة تانية ممكن تعمليها وتبقى أكلة متكاملة من غير خضار ومن غير حاجة. ممكن مثلا الكبد والقوانص والقلب بتاع البطة. القنصة والقلب هتاخدوهم تسويهم الأول على نار هادية. بعد كده هتعملي البصل زي ما احنا بنعملها كده، هنمرطها وهنرفعها على النار، وهنحط فيها الكبدة والقنصة والقلب متقطعة لقطع صغيرة، وهتحطها تستوى مع البصل بتاعنا. تمام. وبعد ما تستوى تحط فيها شوية من الزبيب. دي بجد المرتة دي بجد خطيرة جدا. طيب أنا ما بعملهاش لا كده. أنا بصراحة بستحرم، لأن كده كده بستحرم الكبد والقنصة والحاجات دي هتترمى، فحرام. أنا أولادي ما بيحبوش البصل، فما عنديش أصلا حد بيحب المرتة بتاعتها، فأنا بعمل المرتة دي. ده أساس البط عندنا في دمياط. المرتة بتديلها طعم تاني خالص، جربوها وهتعجبك إن شاء الله. أنا هنا البصل هنا بعد ما استوى بقى أخدته كده وبحشي فيه البطة. ممكن كمان ممكن كمان وانت بتعمليها ممكن تحشيها رز. بس هو ده أساس المرتة، بعيدا عن الرز وعن أي حاجة. المرتة زي ما قلت لك، يا إما تعمليها بالكبد والقوانص، او زي وتحطي فيها زبيب، او زي ما انا عملتها كده بالبصل كده وتسويها وتحشيها بيها. ممكن برضه تكليبها الرز. هنا انا رفعتها على النار، قفلتها بالخلة، او ممكن تعملها بالخيط لو مش عندك خلة. تمام. اول حاجة هنا حطيت المية تغلي ونزلت بيها في البطة تغلي غلوتين حلوين كده، حلو تنزل كل الزفارة اللي فيها. وبعد كده كبيت المية دي، لان المية دي مش عايزة المية دي كلها، اخفيها زفارة البطة كلها. بعد كده هشوحها بقى من اول وجديد بميه جديده، ميه نظيفه وتكون سخنه. هنزل فص مستكه وحبهان، عندك ورق لورا، عندك كوبيصيني، عندك فلفل حصى. كل ده مكملات ومنكهات للبطه. بس انا مستكفيه بالبصلايه والحبهان والمستكه. شايفين الشوربه بقى بتاعتها، والبطه استوت وما خدتش وقت معايا في السوا. شايفين الشوربه حليب حليب، استحاله تقولي ده شوربه بط، استحاله. شايفين شوربه نظيفه جدا جدا وزي الحليب. في ناس بيحبوا تحط معاها طماطم، بس انا ما بحبش بصراحه. هنا بعد ما البطه استوت خلاص طلعتها من قلب الشوربه بتاعتها، وهحطها في الفرن تتحمر. في ناس بيحب يحمرها بالزيت، بس انا بصراحه هتبقى تقيله جدا. هي اصلا البط بيبقى تقيل، فانا جبت معلقه من الصلصه، حطيت عليها شويه من الليمون وشويه من الزيت والملح والفلفل، وهدهن بقى البطه زي ما انتم شايفين وادخلها تحت الشوايه. شايفين طلع اللهم بارك، جميله جدا كانها مشويه. هتقدمها بقى مع رز والخضار والشوربه بتاعتها وبألف هنا وعافيه. وممكن تقدمها مع محشي. وقولي لي بقى الطريقه دي حلوه ولا مش حلوه. الفيديو قصير وفيها حاجات كتير. لو عايزين طريقة تانية قولوا لي وانا هعملها لكم. في نهاية الفيديو ان شاء الله اتركوا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.